هذه الرياض، هذه الرياض بربكم يا ناس، أم إنها يا ناس لاس فيغاس؟ الرقص والفسق المصور والخنا والخمر والنسوان والأجراس. وأدور أسأل في الخريطة أهلها، ويداي أخماس بها أسداس. القدس لا زالت تباع وتشترى، فلمن تقام بجدة الأعراس. هذا الشذوذ ببيت أحمد منكر، أفليس فينا مسلم حساس؟ فلتتقوا الرحمن، هذا بيته، وهناك صلى الفضل والعباس. وهنا تنزل ذكره سبحانه، وتعطرت من ذكره الأنفاس. وهنا أتى جبريل يسأل وما الإسلام والإيمان والقسطاس. هي فتنة الأحلاس جاء زمانها، وبنو سعود هم بها الأحلاس. الجائعون إلى الرذيلة والخنا، الفاسدون العرة الأنجاس. لا الخيل تعرفهم، ولا التقوى، ولا البيداء تعرفهم، ولا القرطاس من نهد كارديشيان يبدأ مجدهم، والعز فيهم قدها المياس. أسروا لإسرائيل ليلا نصهم، سبحان من أسرى عليها قاسوا. هذا ابن حنبل أحمد يبكي على ما من مسائل فقهه قداس. يبكي على البلد الحرام وبيته، عبثت به الرعيان والأجناس. دارت سقاط الإثم في جنباته من بعد مسنده، وفاض الكاس. حتى إذا امتلأت بطونهم بها، وهوى على صدر النديم الراس، سقط الوزير على الأمير، على الذي يملى الكؤوس، وغادر الجلاس. يا رب زلزالا يحطم ملكهم، أعتى وأقوى ما له مقياس. يا أيها البلد الذي لعبت به أيدي الكلاب وساسه الأنجاس، آذاك أبرهة السعودي الذي هو في عبيد بلاده نخاس. يجري وراء الجنس والمال الذي بيد اللصوص كأنه نكاس. ألقى بني أعمامه في جبه في الجيب حين أصابه الإفلاس. ولكل كلب أو كليب بينهم منهم لطعنة ظهره جساس. الأرض تأكل نفسها من حلقها غضبا، وتطحن بعضها الأضراس. الأرض غاضبة، مساجد نينوى، قبر النبي، النيل والأوراس. ما بين قوسين الكلاب تجبرت، سأقولها فصحى لما الأقواس. لا قوس بعد اليوم يسقط حكمهم، العرش والأمراء والحراس. إن القصيدة حين تستحيي هنا، في القول ينكرها به الكراس. حتام تطعننا في الظهر، حتاما لا دام ملكك، إي والله لا دام. يا خائن الحرمين الظلم أنطقنا، وينطق السيف صمت الجرح إيلاما. وليس فيك الذي نهواه في ملك، ولست ممن يهز الأرض إن قاما. ولست فينا أبا بكر ولا عمرا، ولست في نخوة الفرسان صداما. ولست أشرفنا جدا ولا نسبا، ولست أرفعنا خالا وأعماما. ولست تفصل من أي القبائل إن مال الرجال إلى الأقوام أقواما.
ولست أفصحنا، والعي شيمتكم ولست أكثرنا في الحرب أعلاما، ولست أحفظنا للأرض لو كتبت، ولست أصدقنا دينا وإسلاما. وتحت أنفك شعر لا رصيد له من الرجولة إنجادا وإقداما، وجلد وجهك مثل الطبل يعجبه صفع الأكف ولا يدري بمن لاما. صفع الأكف ولا يدري بمن لاما. سلبت حق قريش إنها لهم، والأمر فيهم بنص الشرع حكاما. رفعت ربعك فوق الناس منزلة، وصرتم حول بيت الله أصناما. وأقدس الأرض فوق الأرض قاطبة جعلتموها وحاش الأرض حماما. ما ضرنا الفرس إلا منك منبطحا، تخوض معركة الإقدام إحجاما. حاربت 20 حوثيا فما انتصرت جنود جيشك أعواما وأعواما. من أين تعرف حزم الحرب زعنفة؟ ومن متى أصبح الصرصور ضرغاما؟ وسمت العرب الصمصام ممتشقا، ولم تسم أداة الرقص صمصاما. والسيف للحرب لا للرقص يا ملكا، أهانه الله فيما رام إن راما. ما كان أصبح في كفيك ممتهنا، لو عند غيرك هذا السيف قد داما. ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي إبراما. وقد عرفناك نذلا لا أمان له، في المسلمين وللكفار بصاما. سل الزنازين والقضبان كم أكلت من المشايخ تغييبا وإعداما. يبيت متعبهم يبكي بسجدته، ويذكر الفطر بين الأهل إن صاما. يمد كفيه نحو الله يخبره بما جنى القيد إذلالا وإيلاما. بيني وبينك شيء ليس يعرفه سوى الذي عاش هذا الجرح أعواما. وكنت إن جاء شهر الحج منكسرا أنوي وألبس ثوب الحج إحراما. وكنت تمنعني ظلما فإن نزلت فيكم إذنك يصير الكل خداما. أسلاف تاجك أستثني الشهيد بهم، كانوا عبيدا لأهل الظلم ظلاما. بعت العراق عراق الأكرمين أبا، وبعت من بعده صنعاء والشاما. والآن تشحذ سيف الغدر تشحذه، وتعلن الحرب أقلاما وإعلاما. تبت يداك وما في الأرض من حجر إلا يسميك دون الناس هداما. تبت يمينك واليسرى بما غدرت، واتفو عليك عدو الله إرغاما. واتفو عليك عدو الله إرغاما. راح نعرضوا فيها مواطن الرجال اللي يفسروا القرآن الكريم منذ القرن الثاني إلى اليوم، وبالترتيب الزمني هاي نشوفوها مع بعضنا ونكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم على اسم الإسلام والعروبة والعلم والفضيلة أفتح دار الحديث. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق.
طبعا اكيد راكم لاحظتوا تاثير الحواضر العمرانيه واللي هي تلمسان غربا وبجايه شرقا والمسيله في الوسط وغردايه في الجنوب، واليوم راح نكملوا نتعرفوا عليهم بعد ما تعرفنا في الفيديو السابق على عده مفسرين جزائريين للقران الكريم من القرن الثاني الى القرن الثامن. اليوم نكملوا من القرن التاسع ونبدأ بالتعرف على احمد بن محمد بن احمد ابو العباس البسيلي، فقيه مالكي مفسر من اهل تونس اللي استوطنتها اسرته، وقيل من اهل مسيله بالجزائر. جمع في تقريره تفسيرا على ايات من كتاب الله تعالى. وهنا يوضح لنا البسيلي بأنه أصلها المسيلي، وكذلك نجده في ملتقى بن عرفة، وكذلك قال الحافظ ابن حجر العسقلاني المسيلي. ومن مفسري القرن التاسع نلقوا سعيد العقباني متوفي في 1408 ميلادي، وعنده تفسير لسورة الأنعام والفتح والفاتحة أتى فيه بفوائد جليل. وكذلك لإبراهيم بن فايد اللي توفى في 1453 ميلادي تفسير للقرآن الكريم. ثم نلقوا المفسر الكبير المشهور عبد الرحمن الثعالبي، وتفسيره دوت شهرته في عصره وفي العصور التالية، وهو لليوم يطبع في 3 أجزاء، هذا غلافه. ثم لدينا العالم أبو الفضل المشدالي من مشدالة ضواحي البويرة، وهذا خصت له كتب التاريخ والسير ما لم تخصص لغيره من الوصف، وهو اللي انتقل إلى مصر سنة 1445 حيث سابقته إليها شهرته العلمية، وأتاحت له السلطات المصرية التدريس في الأزهر الشريف. وهنا نفتح قوس، مرات تلقى بعض المرضى النفسيين يقولوا مصر علمت الجزائريين العربية، هذوك ينطبق عليهم مقولة أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. لكن معليش، ليس بعد اليوم إن شاء الله. ثم عندنا محمد بن عبد الكريم المغيلي صاحب كتاب البدر المنير في علوم التفسير، ولكن في مصادر أخرى لقيت العمل منسوب لوالده عبد الكريم المغيلي، الله أعلم إذا كان عبد الكريم المغيلي أو محمد بن عبد الكريم المغيلي هو صاحب هذا التفسير، الله أعلم. وهذا أبو العباس المقري التلمساني، وهذا اسمه بخط إيده من مخطوط محفوظ في تونس أحمد بن محمد المقري المالكي، وهو صاحب موسوعة نفح الطيب واللي تطبع ليومنا هذا في سلسلة من عدة مجلدات، وهو أيضا ممن درس في مصر والشام حتى توفي هناك رحمه الله. وهذا أبو عبد الله بن خليفة الجزائري، واللي يوصفه هنا تلميذه وابن الزكور الفاسي وصف أدبي بليغ، وكان حادا في طبعه لكنه فاضل علامة رحالة مجذامة، وأطال في وصفه وصف أعماله في عدة صفحات في هذا الكتاب. ثم نتعرف على يحيى بن محمد اللي هو أبو زكريا النايل الشاوي الملياني الجزائري، ولد بمدينة مليانة وقدم للقاهرة سنة 74 وألف للهجرة. وشكون اجتمع به؟ اجتمع به فضلاؤها وأخذوا عنه، ثم تصدر للإقراء بالأزهر، ثم كان له مجلس بالمسجد الأموي في دمشق حيث شهدوا له بالفضل التام، وسيرته طويلة لكن احنا نقرأ فقط رؤوس الأقلام. أما القاضي أبي الحسن علي بن يخلف وهو من تنس فقد سمي على اسمه مسجد سيدي بالأحسن بتلمسان، وهو أيضا كان مفسر. ثم عالمنا الجليل ابن الللو التلمساني أو كما يسميه البعض ابن لؤلؤ، وهو الذي ختم التفسير تدريسا في الجامع الأعظم في تلمسان، وهو اللي ذات يوم أساء حاكم تلمسان معاملته، فأمسك ابن الللو بلحية القائد وجذبه منها إلى أن أخذ منها شعرا، ثم أقسم أن يخرج من تلمسان ويسكن بلاد النصارى، وربما قد أبر يمينه بذهابه لقرية للنصارى في واد غريس في معسكر. ثم نقرأ هنا عن المزيد من المفسرين تأليفا في الجزائر مثل علي بن عبد الواحد سجلماسي الجزائري، وأبي الحسن بن عمر القلعي، ويوسف بن عدن اليزقني، ومحمد بن علي الخطابي، وأبي راس محمد بن أحمد المعسكري وهو عالم موسوعي عنده 136 مخطوطة. ثم حسين العنابي واسمه مخلد بحروف من ذهب حسين العنابي لأنه أصبح من الرواة المذكورين في الأسانيد خاصة لإخواننا في الحجاز، وكان تقول واحد منهم عنده الإجازة اقرأ لي أسانيدك المتصلة لتفاسير مالك وشروح البخاري، أغلبهم راح يرووا على حسين العنابي. أما الزجاي فهو أحد أعلام التفسير في تلمسان وهو تلميذ الشيخ بن للو اللي شفناه قبيل. ثم عثمان بن سعيد المالقي المستغانمي ويقال تلمساني قد خلف تفسيرين وهما التفسير الصغير والتفسير الكبير. ثم محمد بن علي السنوسي المستغانمي وهذا كتاب كامل على سيرته. وبالمناسبة محمد بن علي السنوسي بعد ما هاجر إلى ليبيا شكلت أسرته نواة لحكم جديد التفت حولها القبائل حتى أصبحت العائلة الحاكمة في ليبيا، واستمر حكم عائلة السنوسي المستغانمية لدولة ليبيا حتى انقلب عليهم القذافي سنة 1969 بعد ما حكموها لحوالي قرن ونص. ثم نتعرف على محمد بن عيسى الجزائري وكتابه في التفسير مطبوع في تونس بعنوان الثريا لمن كان بعجائب القرآن حفية. من بعد ندخلوا في المتأخرين اللي كانت مساهمتهم في التفسير أثناء فترة الاحتلال الفرنسي، نلقوا منهم محمد بن بالقاسم اللي كان في بوسعادة وكانت له لقاءات عدة مع الأمير عبد القادر والشيخ المقراني. ثم الأمير عبد القادر أيضا كانت له تفسيرات لبعض الآيات، نقرأ لكم شيء من كلامه. قال تعالى: كل من عليها فان. الجار والمجرور متعلق بمحذوف أي استقر عليها أي الأرض، ولا تدخل العلويات لأنها ليست بمستقرة على الأرض. وهنا نفتح قوس، أنا مانيش بصدد القراءة في التفسير أو العقيدة، لست أهلا لذلك، فقط نقرأ في
السير لنتعرف على تاريخنا ولنقد الرجال أهله، ونكملوا وزيدوا نروحوا الغرداية ونتعرفوا على محمد بن يوسف طفيش وهو مزابي اللي هو صاحب كتاب داعي العمل ليوم الأمل، ثم محمد بن بكير الجزائري المعروف بابن باكير وهو علامة له عدة مؤلفات، ثم عبد الحميد بن باديس والبشير الإبراهيمي وهما غنيان عن التعريف. وهنا نشكر الي راديو فيزيوال اللي زودتني بهذه السلسلة التاريخية الجميلة اللي فيها آثار عبد الحميد بن باديس وآثار البشير الإبراهيمي على شكل عدة مجلدات، واللي تحتوي على تفسير بن باديس للقرآن الكريم، وراني في تفاوض معاهم لعل يديرون تخفيضات جماعية على بعض الكتب الثرية جدا بتاريخ بلادنا. ثم مفسرنا التالي هو الطاهر العبيدي، وهو صوفي من واد سوف لكن أصله عبيدي من ضواحي بئر العاتر، وكذلك الطيب المهاجي من ضواحي وهران. وأنا تفرجت محاضرة طويلة للدكتور بالغيث حول سيرته موجودة على يوتيوب. وعندنا إبراهيم بيوض من القرارة واللي فسر القرآن الكريم وشرح الصحاح وشارك في تأسيس جمعية العلماء المسلمين. طبقت أنا البيضاوي والشهاب الخفاجي واعتمدت على الأستاذ الإمام في جزء عام هذا، ودرسته من أوله إلى آخره في سنوات عدة لا أذكرها، ما نفكرش قداش نعم، وإنما قرأته كله. هذا أول عهد بتفسير كلام الله. ثم الشيخ مرزوق مفتي قسنطينة أثناء الاحتلال الفرنسي، ومحمد صالح الصديق من تيزي وزو، وأنا تفاجأت بغزارة إنتاجه وتأليفه بالرغم من الاحتلال الفرنسي، شوفوا واش ألف الله يرحمه. ثم أحمد العلاوي من مستغانم وهو صاحب الطريقة العلاوية، ثم الأخضر بن قويدر الدهمة، ثم الشيخ أبو جرى سلطاني اللي قريت في حواره أنه كان في أوروبا فطلب منه البعض تقديم دروس مسائية في أحد المساجد، فبدأ في شرح بعض الآيات حتى أصر على مواصلة التفسير إلى أن أكملوا، وربما تفسير قيد التدقيق أو قيد الطباعة الله أعلم. ثم وأخيرا صاحب أول تفسير قريته في حياتي دفين البقيع أبو بكر الجزائري من طولقة في بسكرة، اللي ظل يدرس في المسجد النبوي عقود طويلة، شرح الصحاح وفسر فيها القرآن، وأكرمه الله بالوفاة في مدينة رسول الله والدفن بالبقيع على أمتار من قبره صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة القائمة ما زالت طويلة، لعل نرجع لها بأسماء إضافية في المستقبل إن شاء الله، بصح كاين واحد تعمدت ما نذكروش نخليه لكم لغز، جربوا ابحثوا عليه في الانترنت. شكون هو المفسر الجزائري الذي قيل عنه شريف العلماء وعالم الشرفاء وآخر المفسرين، علما أنه مولود في تلمسان سنة 1352 ميلادي. وفي الأخير نقولوا هذا بحث درناه مع بعض حول غزارة الإنتاج العلمي في مجال التفسير بأرض الجزائر الحبيبة منذ فجر الإسلام. نلتقي بإذن الله في موضوع آخر، وإن شاء الله هذه الحلقة كانت فيها إضافة لمعلوماتكم التاريخية.